سلام حبيباتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وانتم تشاهدوا فيديو اليوم وليت لكم بواحد الوصفه خفيفه ظريفه بنينه بنينه بنينه. ما عندي ما حنقول، واحد الكغاتان روعه 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 كيما يقولوا المصريين، تاكلوا صوابعكم وراه. ما نطولوش حبيباتي، نقول لكم نبداو بالصلاه والسلام على اسياد الخلق عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوفوا المقادير والوصفه مع بعض. عندي كمية تاع البطاطا يعني حوالي 2 كيلو، وكل واحد على أفراد العائلة. اني نقيتها وغسلتها، قطعتها على شكل دوائر وحطيتها تقلى. من بعد حكمت الحشو تاعي هنايا، حكمت زوج حبات تاع الزرودية وجزر، وحبيبة تاع قرعة اللي هي كورجيت، حبيبة تاع بصل تكون كبيرة، ربيتهم هكذايا. وعندي هنايا صدر الدجاج اللي كنت رحيته، تقدروا تستعملوا لا فيونداشي. حطيت لهم شويه تاع الزيت وحطيتهم فوق النار يتقلاو هكذايا، يعني باش نتحصلوا على حشو يكون بنين بزاف يعني في هاد الكراطه. ونستعملوا الخضر، يعني ملاح الخضر لوليداتنا، خاصه اللي عندها ولادها ما ياكلوش الخضر ولا، يعني نقدروا نستعملوهم هكذا كحشو ما يبانوش كامل في الحشو ديالنا. درت لهم الملح، يعني قلت لكم من جهه اخرى راني حتى البطاطا تاعي تتقلى. ونحطوا التوابل، توابل يعني اي توابل تحبوهم تقدروا ديروهم في هذا الكغاتا. انا استعملت الكيري واستعملت سكنجبير، فلفل الكحل، شويه تاع الكمون هكذايا. كما قلت لكم اي نوعيه التوابل تقدروا تستعملوهم عادي، يعني البنه تاعها تقعد هي هكذا. نقلي كامل هذوك المكونات بيان بيان مع بعض. انا ما استعملتش كامل الماء، يعني خليتهم يطيبوا في السوائل تاعهم. غطيت عليهم بعد ما طابوا لي، شوفوا بعد ما نشفت كامل هذاك الحشو طابوا لي كامل هذوك المقادير. فرغتهم هكذا في الغيسيبيون تاعي حتى يبردوا شويه، يعني تنقص لهم كامل هذيك السخونيه بهذا الشكل. والبطاطا تاعي راهي اني قليتها حطيتها بجه، نروح لهذاك الحشو لي بعد ما برد لي نفقص عليه هكذايا البيض. يعني قلت لكم على حسب كميه الحشو اللي استعملته، انا هنا درت 2 حبات تاع البيض بهذا الشكل. وحطيت عليه معدنوس مستحسن يكون يعني فري. انا هنايا كان عندي في المجمد هكذايا كميه يعني لا باس بها تاع المعدنوس. والزيتون، يعني الزيتون انا استعملت المقطع هكذايا هذاك الاخضر، تقدروا ما تستعملوا الزيتون الاسود تقطعوه وديروه تاني، يعطينا بنه بزاف هايله في هذا الحشو ديالنا. واستعملت كميه تاع الجبن، هنا الجبن طاري، الجبن ايه طاري يعني. انا هنا استعملت تاع البيدون هكذا، يعني تقدروا ديروا الكميه تاع الجبن ما ديروا يعني بدون حرج كيما نقولوا، باش يجينا الكغاتان بزاف بنين. والبطاطا هايليك. نروح نجيب البلاط تاعي اللي يدخل الفرن. عفوا قبل ما نجيبوا البلا نروحوا نستعملوا الكريمه اللي رانا نديروها في الكراتان تاعنا. انا هنايا استعملت لا كريم او فرomاج اللي مالفه نخدمها معكم تاع رابيد، يعني هذيك اللي خفيفه ظريفه. درت كاس ونص تاع حليب، ودرت لهم وحده تاع جامبو مرق الدجاج، ودرت لهم ملعقه كبيره تاع مايزينا هكذايا، وحطيت لهم شويه فلفل كحل وحطيتهم فوق النار حتى تعقد الكريمه ديالي. شوفوا نتحصلوا على هذا القوام. من بعد ما اختارت الكريمه ديالي يعني عقدت لي، حطيت لها شويه جبن مبشور هكذايا ونحيتها من فوق النار. نحطها بجيه ونروح نفاصوني الكغاتان ديالي. قلت لكم حكمت البلا يعني يكون شكل دائري ولا مربع كيما حبيتو، مستحسن يكون يعني البلا تاع زجاج، ولا ما كانش متوفر تاع زجاج ديروا كيما انا الله غالب كيما رحلت هكذا كامل لي بلا تاوعي كامل تكسروا يعني حتى نعاود نشري. استعملت هاد البلا عادي. ندير البطاطا تاعي، شوفوا درتها في الجوانب، من بعد درت في الوسط هكذا في الجوانب، شتو طلعتها ان شاء الله الفيديو تاعي راه واضح. من بعد نفرغ كامل هذاك الحشو اللي درناه مع بعض. صراحه يجي بزاف 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 بنين هاد الكراتان، والحشو يعني يجي حلو كي العسل هكذا. شوفوا فرشت كامل هذاك الحشو ديالي، سويت له كامل الوجه ديالو.
من بعد نروح نحكم كامل هادوك البطاطا اللي كنا وقفناها هكذا على الجانب تاع البلاط تاعنا، نعاود كيما نقولوا نعاود نغطي بها طبقة تاع الحشو ديالي هكذا على الجوانب. شوف ان شاء الله الفيديو تاعي راه واضح هكذا بهذه الطريقة. ونكمل كمية البطاطا اللي كانت عندي نغطي بها كامل هذاك الحشو. كما قلت لكم انا هنايا على حسب البلاط تاعكم البطاطا شحال تقليو نتوما باش ديروا يعني طبقة من التحت وطبقة من الفوق هكذا بهذا الشكل. شوفوا بعد ما غطيت كامل الكراتان تاعي هكذا نروح لا كريم فرomاج ديالي نخليها يعني ما بردتليش بزاف يعني مازالها سايحه عادي يعني ما فيها باس. نفرغها كامل فوق الوجه تاع الكراتان ديالي. وهنا حبيباتي تقدروا ميم تستغناو عليها تستعملوا تستبدلوها بلا صوص طوماط يعني صلصه الطماطم خاصه اللي يحبوا بزاف لا صوص طوماط تقدروا ديروها في بلاصه هاد لا كريم فرomاج تخرج لكم بزاف بنينه تخرج رائعه يعني. درت التزيين هكذايا غير بالزيتون تقدروا تستعملوا الزيتون الاسود والزيتون الاخضر هكذا. اللي عشاق الشامبينيون يقدروا يستعملوا الشامبينيون تخرج لكم بزاف هايله. يعني انا كيما نقول لكم الجود من الموجود واش كان متوفر في البيت تستعملوه. وهذه هي. ودرت شويه فرomاج غابي هكذا من الفوق. الفرن تاعي يعني من نشعلوش مسبقا غير كي ندير البلاط عفوا البلاط تاعي كي ندخلو الفرن نشعل الفرن من التحت ومن الفوق يدي لي غير تحميره يعني كل شيء طايب هكذايا. شوفوا بعد ما خرجته من الفرن حطيت عليه شويه معدنوس هكذا يعني باش يعطيني وجه شباب وخليته يبرد. من بعد قطعته يعني تحصلت على اروع كراتان يجي رائع يعني كامل من كل شيء يعني فيه الخضروات فيه اللحم فيه يعني الدجاج فيه الزيتون فيه الفرامج يعني كامل من مغذي مليح نديروه لوليداتنا يعني كراتان بمعنى الكلمة يعني بنين يعني لدرجة ما تصوروهاش يعني نشكر فيه حتى المعجبني والله غير صح بنين. وليك الكراتان تاعي بعد ما قطعته يعني تحصلت على حاجة هايلة وبنينة. انا معليا نقول لكم غير جربوه ماكمش حتندموا عليه. الفيديو تاعي حبيباتي الحق للنهاية معليا نقول لكم غير بارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصدقائكم لتعم الفائدة. وما تنساوش تخلوا لي تعليقاتكم في اسفل الفيديو. نقول لكم زوروني على صفحتي على انستغرام كويزين رحيم نقول لكم مرحبا بكم. هاي لك الوصفه تاعي يعني حاضره بزاف بنينه. انا نقول لكم شهيتكم في الجنه حبيباتي. نقول لكم استودعتكم الله وحفظه وسلام في فيديو اخر ان شاء الله.